ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بالف خير وفي احسن حال. النهارده هحكي لكم حكايه امير. هو خالي سافر وقال لي شغلي ومراتي وولادي امانه في رقبتك. يا ترى امير هيعمل ايه، وهي ايه مشكلته، وايه الغلطه اللي هو غلطها، ويا ترى هيكون قد المسؤوليه اللي خاله حملها له ولا لا؟ تعالوا نشوف. ويا ريت لو عجبتكم الحكايه تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس. والف شكر ليكم يا حبايبي، ويلا بينا نبدا الحكايه. انا امير وعمري 20 سنه، خلصت كليه وقعدت كتير قوي ادور على شغل لكن ما لقيتش. انا ابويا موظف بسيط على قد حاله، يا دوبك يعني على قد حلو كده، وقدر ان هو يعلمنا ويكبرنا ويكبرنا انا واخويا. المفروض ان احنا بعد ما خلصنا كليتنا نعتمد على نفسنا ونشتغل ونكون نفسنا. انا قعدت كذا شهر بعد ما خلصت كليه، يعني بعد ما خلصت دراستي الجامعيه، ادور على شغل لكن ما لقيتش. انا كان ليا خال مستواه المادي كويس جدا، اخو ماما الوحيد، كان عنده محل اكسسوارات عربيات. وهو لما لقيني بدور على شغل بقالي كتير قوي مش لاقي شغل، شغلني عنده في المحل، وكان بيديني مرتب كويس. بصراحه انا في الاول يعني ما كنتش فاهم قوي في موضوع اكسسوارات العربيات ده، لكن شويه شويه فهمت. المهم ان خالي ده كان بيعتمد عليا في مشاوير كتيره جدا وفي حاجات كتيره قوي في الشغل. وبعد ما عدت سنه من بدايه شغلي معاه بقيت دراعه اليمين في الشغل. وهو كان معتبرني زي ابنه، لأن هو عنده ولد وبنت صغيرين، ومراته نفسها صغيرة في السن، يعني أصغر منه ب15 سنة. أصلا أنا خالي اتجوز وهو كبير شوية، وما كانش يعني بيدور على أي حد، وبصراحة ثقته في نفسه كانت كبيرة قوي. وبعد ما عدى سنة على شغلي عنده في المحل، خالي جات له فرصة كويسة قوي في بلد عربي ومرتب كويس. أصلا هو محاسب، يعني هو كان في الأول بيشتغل محاسب قبل ما يفتح المحل بتاع اكسسوارات العربيات، فبقى ساعتها مش بيعمل أي حاجة. هو كان عاوز يسافر بس برضه ما كانش عاوز يقفل المحل، لأنه كان باب رزق مفتوح وفي ناس كتير بتشتغل فيه وبتاكل منه عيش. المحل كان شغال كويس وبيكسب كويس. وساعتها خالي قعد واتكلم معايا وقال لي: بص يا أمير، أنا هسافر أشتغل لأني ما أقدرش أضيع فرصة سفر زي دي. يعني أنا عاوز أشتغل بره وأحوش قرشين كده لأولادي ولمستقبلهم. المحل هنا بيكسب كويس بس أنت عارف مصاريفنا كتير، فأنا مش هقفل المحل، أنا هسيبه شغال وهسيبك أنت تديره. وكل شهر هتقبض العمال والبياعين اللي بيشتغلوا وتاخد مرتبك وتدي باقي الإيراد لمرات خالك وتحاسبها وتعمل لها ورقة حساب تكتب فيها كل حاجة، يعني الدخل كان كام الشهر دوت، وصرفت كام، ومصاريف المحل كام، والمرتبات كام، واللي اتفضل كام كده يعني. انا بثق فيك ومحدش هيحافظ على مالي غيرك. انا مربيك وعارف اخلاقك كويس، وعارف اختي مربياك ازاي. اختي ربتك احسن تربية. وطبعا لما سمعت كلام خالي انا شكرته جدا على كلامه وعلى ثقته فيا. وسافر خالي يشتغل وساب مراته وولاده في مصر. انا اللي كنت بدير المحل وحاسب على كل حاجة. وكنت بروح احاسب مرات خالي كل اخر شهر، كنت بحاسبها زي ما خالي طلب مني بالظبط. وبقيت كمان شبه مسؤول عن ولاد خالي الصغيرين، يعني لو حد منهم عاوز حاجه انا اللي بجيبها له. ولو حد عاوز ولي امر بروح مع المدرسه، انا اللي بروح. ولو عاوزين لبس العيد كنت بروح معاهم ومع مامتهم هم بيجيبوه. ولو حد لا قدر الله تعبان بوصله مع مامته للدكتور بعربيه خالي. اصل خالي كان ساب العربيه لينا هنا قبل ما يسافر عشان مشاوير الولاد، ومرات خالي ما كانتش بتعرف تسوق، فانا اللي كنت بسوق لها العربيه واروح معاها في كل مشاورها ومشاوير الولاد. وبدا الوقت يعدي، وكان عدى على سفر خالي كام شهر، وبدا يبقى فيه كلام وحوارات كتير قوي ما بيني وما بين مرات خالي. وبقينا بنتكلم كتير في التليفون انا وهي، وكنا بدأنا نرتاح في الكلام مع بعض. وشوية شوية بدأت مشاعرنا تميل لبعض. وانا عارف ان انا مش عارف ده حصل ازاي، انا عمري ما تصورت ان حاجة زي كده ممكن تحصل. بصراحة هي كانت صغيرة وكانت حلوة قوي ورايقة ودلوعة. وخالي بصراحة كان مدلعها قوي عشان هي اصغر منه بكتير، وكان بيصرف عليها كويس وجايب لها دهب وحاجات كتير قوي. كان حتى بيجيب لها هدوم غالية وماركاتها عالية قوي، وبيديها فلوس كتير عشان تصرف كويس على نفسها. فهي كانت مهتمية قوي بلبسها وبشعرها، وعلى طول في احسن صورة، وكان بتحط اغلى برفان. حتى وخالي مسافر كانت برضه مهتمية بنفسها. هي كان عمرها 30 وخالي كان عنده 45 سنة. ولما ولاد خالي أخدوا الأجازة الصيفية من المدرسة كان المفروض خالي ينزل مصر أجازة ويروح يصيف معاهم، لكن أجل نزوله لمصر أسبوعين عشان كان عنده شغل مهم قوي هناك وكان لازم يخلصه في البلد اللي هو سافر فيها قبل ما ينزل مصر. بس هو كان حاجز من هناك للمصيف بوقت معين، يعني ما كانش حاجز المصيف في فندق كبير. هو ما كانش قادر يجي مصر دلوقتي، فاتصل بيه خالي من بره وقال لي اقفل المحل لمدة أسبوع، وده كان وقتها الأجازة السنوية بتاعة المحل. وقال لي ساعتها خد مرات خالك والعيال وطلعهم، أنا حاجز كل حاجة، اطلع معاهم بدالي. قلت له بس ازاي يا خالو سافر من غيرك، ازاي نسافر المصيف من غيرك؟ قال لي انت مكاني وانت قدها وقدود وهتسد. وفعلا سمعت كلامه وقفلت المحل واخدت مراته.